السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم كون أمينة. فبعد غياب طويل درت صورت لكم هذا الفيديو لأن التصوير ماشي سهل بالمرة، ومادام حضرت هاد الكويرات فقلت نشاركهم معكم. فهما كيبقاو صحيين وكيبقاو غنيين، وكيعطيو الجهد والطاقة. فالمكونات اللي فيهم كلها طبيعية، وكلها غنية بالألياف. وبحال مثلا كنحسوا بالعيا ناخدو هاد الكويرة كان ناخدو الجهد ديالنا. فإلا كان كيهمكم لا فيديو خليكم على فيديو حتى الاخر. فهنا غادي نحتاج اولا عندي هنا الكركاع، الكمية اللي بغيت انا. عندي هنا الجلجلان، عندي هنا زريعة القرعة، زريعة نوار الشمس، عندي هنا اللوز، عندي هنا كاوكاو الفول السوداني، عندي الكاجو، عندي التمر، عندي حبة الشيا وزريعة الكتان. يمكن لكم تضيفوا زرارع اخرين اللي كانوا متوفرين. انا هادشي في هاد الساعه اللي عندي متوفر. فالكل غادي نحاول نحمرو شويه باش يتهرس داك الجهد ديالو، ما تبقاش داك المذاق المجهد في الزريعه ديال القرعه وفي اللوز كما كتلاحظوا، في الجلجلان ايضا، في كاوكاو ما يبقاش فيهم داك الجهد، داك المذاق المجهد ديالهم. فغادي نحاول هنا نصوطيهم هكذا في المقيله غير حتى ياخذوا الكولور، وغادي ندوزهم في الهشوار. هنا بديت اولا باللوز، وغادي ندير كاوكاو والكاجو والكركاع. بالنسبه لكاين بحال مثلا الجلجلان يعني طحنت كميه وخليت كميه صاينه هكذا. وزريعة الكتان ايضا غادي نطحنها. هنا كما كتلاحظوا اللوز خليته شي شويه مهرمش، فانا كيعجبني داك التهرميشه، يعني ما كيعجبنيش داك الشيء مطحون مزيان. هنا الكركاع طحنته باش يطلق لي داك الزيت ديالو ويعاونني في الجميع مع غنجمعو غير بالتمر، يعني ما غنضيف لا زيت لا حتى حاجه، بحال كيعاوني في الجمع ديال الكويرات. هنا يعني خليت الجلجلان وخليت حبة الشيا هكذا صاينة ما طحنتش. بالنسبة للتمر طحنته حتى تطحن مزيان باش طلق الزيت ديالو، هو والكركاع والكاجو والفول السوداني طحنته مزيان. هنا غادي نضيف العسل، ما وريته لكمش قبيله في المكونات، فاللي بغى يكتفي بالتمر يكتفي. انا غادي نزيد واحد 2 معالق، وغادي نزيد هنا القرفه، واحد الراس المعلقه باش كتعطي داك النكهه الجميله في هاد الكويرات. هكذا كما كتلاحظوا غير راس ديال المعلقه كتعطي واحد المذاق رائع في هاد الكويرات. وغادي نضيف تقريبا 2 ملاعق ديال العسل ديال النحل الحر. فانا حاسه هاد باش يجيو هاد الكويرات الطاقيه، يعني طبيعيين 100%. ما درت العسل الاخر اللي كيتشرى، درت العسل ديال النحل. وغادي نحاول نجمع هاد المكونات كامله حتى يتجمعوا لي ويتجانسوا مع بعضياتهم المكونات كامله.
فانا هنا استخدمت يدي في بلاصه العجانه. كما كتلاحظوا هكذا ولا لي الخليط متجانس. غادي ناخد هنا الجلجلان وغادي ناخد الكوك ايضا باش نزينهم. اللي بغى يزين بالنسبه للتزيين كيبقى على حسب ذوق كل واحد. هنا خديت ايضا اللوز مهرمش للتزيين. اللي بغى يضيف اضافه اخرى فله كامل الاختيار. غادي نحاول نشكل الكويرات ديالي. فكما كتلاحظوا راه ما زدت لا زيت لا زبده لا والو، فهما مع داك الزيوت مع التمر فطلقوا الزيوت ديالهم. غادي نحاول نشكل كويرات على هذا الشكل كما كتلاحظوا، وغادي نديرهم تما في الجلجلان ولا في الكوك، فكيعطيو داك المنظر الجميل. بغيتو تكتفيو بهم بلا تزيين فكيجيو زوينين على كل حال. فهذا هو الشكل النهائي ديال الكويرات ديالنا من بعد ما زينتهم بالجلجلان وبالكوك. كيجيو عاطين هذا المنظر جميل جدا. اللي بغى يكتفي بلا تزيين فهما كيبقاو الاصل انهم صحيين 100%، وكيعطيونا الطاقه والحيويه ملي كناخذوا داك الوحيده في الصباح ولا من مورا العصر هكذا. فايضا صحي لوليداتنا نعطيوهم داك الحبيبه، داك جوج حبيبات يديو معاهم المدرسه احسن من حاجه اخرى. فما تنساوش اللي عجبو لا فيديو يدير لي جيم هنا وخلي لي التعليق كيفاش جاكم الكويرات ديالي. فكنضرب لكم موعد ان شاء الله الى فيديو قادم ان شاء الله، ملي غادي نصوب شي وصفه غادي نشاركها معكم. فدمتم في رعايه الله ومع السلامه.